بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي السايس، اهلا بحضرتك. يعني يا ريت بس يا جماعه والنبي بعد اذنكم يعني انا هتكلم في موضوع كده. يعني منتشر قوي بقاله فتره كبيره، بس فتره صغيره على فكره. وكل ما هبقى عايز افتكر اعمل فيديو ليه، بس الواحد طبعا هو مشغوله بحاجات تانية ومشاكل تانية. بس الموضوع بصراحه زاد عن حده قوي قوي، يعني وصل لمرحله غريبه تقريبا يعني. الواحد اي حته بيروحها دلوقتي ايا كانت بيلاقي حد واقف له يقول له صباح الفل يا باشا، خير حضرتك امر، يقول لي آه، ركنه. ايوه، يعني ايه ركنه؟ كلمه السر دي يعني، ولا المفروض انا اعمل ايه مثلا؟ دي كلمه سر مثلا حضرتك انت عاملها في المنطقه، اللي يقولها يركن مثلا، ولا ايه ركنه؟ يقول لي ركنه تبع الحي. طب ايه حي؟ انت مين انت حضرتك؟ تبع مين انت؟ ولا فين بطاقتك؟ ولا فين وظيفتك؟ ولا فين السايس اللي معاك؟ ولا الكارنيه؟ ولا حتى اصال؟ ولا اي حاجه؟ مفيش. لا، وتسعيره بقى. يعني هو عامل تسعيره حضرتك اللي هو 30 جنيه. طب 30 جنيه اللي هو بتاعت ايه 30 جنيه يعني؟ ولا 20 جنيه يعني اللي هو انت مثلا داخل تعمل حاجه وماشي، هتروح سوبر ماركت تشتري حاجه، رايح مول، رايح اي جهه حكوميه خلقها ربنا، رايح مرور، شهر عقاري، محكمه، اي حته، اي حته حكوميه، اي حته حكوميه، جهه حكوميه فيها خدميه، اي منطقه خدميه يعني بتخدم الجمهور، بتلاقي ناس واقفه ما تعرفش مين دول، طالعين منين وجايين منين في الشوارع الرئيسيه عموما، سواء بقى مدينه نصر ومصر الجديده وسط البلد، في التجمع، في اي حته. يمكن اي مكان كومباوند ما تلاقيش، يعني مثلا الرحاب ومدينتي والاماكن دي من جوه ما تلاقيش. بس لكن غير كده اي حته بره، اي محل اكل، اي مول كبير، تلاقي ناس واقفه. مين دول؟ ما تعرفش. وكله لابس البتاع المنور ده وصفاره في بقه وماشي عمال يزمر، ما تعرفش بيزمر لمين، وما بيظهروش غير لما بتركن. يعني انا في اوقات كتير مجرد ما بتركن العربيه وتنزل يروح طالع لك بقى، خلاص انت ركنت تعالى لي بقى، هو مستنيك، هو عامل لك كمين يعني، انت تركن بس ويثبتك، خلاص شكرا. طب ايه ده؟ انتوا مين؟ تبع مين طيب؟ يعني الدوله هي اللي معيناكوا يعني، ولا انتوا واقفين منين؟ وبعدين الاشكال دي بصراحه يعني، اللي انا بشوفها اللي هي في الاماكن الغريبه شويه العجيبه، اللي هو ما تعرفش هو جاي منين وتبع ايه، ما بشوفهاش غير في المحكمه. الاشكال دي انا ما بشوفهاش غير في المحكمه، اللي هم المحابيس. دول بقى ما تعرفش دول خارجين من السجن بقى حاطينهم في الشوارع. طب مين اللي حاططكم؟ يعني هل هي دي حكومه اللي حطاكم؟ يعني تبع الحي مثلا، ولا تبع المحافظه، ولا تبع مين، ولا تبع الاقسام؟ عايزين نعرف. انا واحد عايز اعرف، انا ما اعرفش مين دول. وطبعا انت لو اتكلمت معاه بتلاقي طبعا بني ادم انت ما تعرفش يعني هو مغيب تقريبا، ما تعرفش هو شارب ايه ولا رافع ايه، ما تعرفش. واي كلمه هتقولها مش عاجباه انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل لك. وده واحد مش فارق معاه. يعني انت انسان، انا واحد ما بخافش، انا راجل ما فيش مشكله ذلك، بس اتخانق مع مين؟ اتخانق مع واحد ممكن يروح عامل معايا حاجه هو مش فارق معاه يخش السجن. ده هو بالعكس، يمكن هو السجن بالنسبه له ميزه، بياكل ويشرب ببلاش بدل ما هو قاعد بره مش لاقي حاجه يعملها. طب مين دول يا جماعه؟ طب يعني سايبينهم ليه؟ يعني مين المسؤول عن الناس دي؟ هو الشوارع دي مين المسؤول عنها؟ المفروض الحي. طب الحي او المحافظه او ايا كان مين هو اللي ماسك القصه دي، بتاعت القصه دي، مين دول؟ يعني احنا هنفضل طول عمرنا كده؟ يعني الواحد مثلا يروح كذا مشوار في اليوم بالعربيه يدفع له 100 جنيه ركنه؟ مش فاهم يعني، ده غير البنزين. طب والله الواحد يبقى كده مش هركب انا العربيه. ما انا لو انا حسبتها ان انا احط بنزين وادفع كتات ركنات يعني عشان بركن هجيب. يعني انا مره في مدينه نصر في عربيه كده بتاعت قهوه بحبها بصراحه، بيعمل بن حلو. وانا خارج محكمه مدينه نصر رحت واقف اشرب قهوه، قلت له عايز قهوه يعني احسن من اللي في المحكمه بصراحه، اشرب قهوه بحبه يعني، عند حديقه الطفل اللي في مكرم عبيد. عربيه كويسه كده هناك، في كذا عربيه بس انا في طبعا في عربيه كويسه انا كان بحب اتعامل معاها يعني. وواقف بشرب قهوه لقيت واحد تاني بيقول لي ايوه يا باشا. ايوه يا حبيبي، امور حضرتك خير؟ نعم. ركنه. وركنه ايه؟ انا بشرب قهوه ماشي. قال لي حضرتك ماشي ما انت واقف. قلت له يعني اعمل ايه؟ اجري اخد القهوه واجري يعني، ولا اعمل ايه؟ وحصل مشكله ما بيني وما بينه ومصمم. يعني حضرتك ان هو مصمم، يعني عنده تصميم رهيب، وهو مش هيسيبك الا لما ياخد منك الفلوس ويحلل منك اي حاجه. في ناس بتبقى شكلها بتبقى ذوق بصراحه، وتلاقيه واقف بيساعدك. انا من نفسي بطلع لك اللي بطلعه لك. انت ما تجبرنيش اديك كام، دي حاجه مني انا. انت واقف بتعمل ده بتسترزق على باب الله من غير اي حد ما يوقفك. اسلوبك، شكلك، مظهرك يبقى كويس، عشان حتى الناس اللي بتركن بعربياتها لما ليك محترم وواقف بتساعده فعلا، ويركن كده واعدل نفسك وبتاع وتوقف له الشارع، انت كده عملت حاجه. هو بقى اداك اللي اداهولك، ما تقوليش لا انا عايز 10 و15 و20، انت مش هتتنك عليا. انا اديك اللي انا عايزه. يعني انا ظاهره بصراحه انا مش عارف، شايف ان هي عماله تزيد،
ومفيش اي رقابه على الموضوع ده خالص، والموضوع مضايقني جدا، وفي ناس كتير اتكلمت عليه على فكره. فانا بقول يا جماعه لو سمحتوا يعني يا ريت نعرف، او اي حد يتكلم ولا اي حد يقول، او شيروا الفيديو عشان الناس تسمع وتتكلم وتعلق عشان الموضوع يوصل. ما هو الحاجه الوحيده اللي بتوصل صوتنا ايه؟ هي الفيديوهات. ما فيش قدامنا سبيل غير ان احنا نعمل فيديوهات عشان نشوف اللي مضايقنا والسلبيات اللي موجوده عشان نعالجها. انا مش بقول كده عشان انا متضايق من الدوله، بالعكس، دي بلدي وبحبها وعايش واموت فيها، بس انا عايز اشوفها احسن بلد. ده وجهه نظري. فاتمنى يعني من المسؤولين اللي ماسكين المناطق دي او القصه دي تحت ايديهم قننوها، يعني وقفوا رسمي، يبقى معلق اسمه كده وبياناته، وراجل شكله محترم اسلوبه كويس، عشان الناس تبقى عارفه ان ده راجل فعلا دي وظيفته. هو الدوله معيناه هنا عشان ينظم حركه الركنه والخروج والدخول عشان الزحمه. مش هنتضايق على فكره، لكن العشوائيه اللي فيها الموضوع والاقي قسما بلا اشكال. تخيل دي لو ده واحد طلع على واحده، يعني ده لو واحده بتركن وده واقف لها كده، هي لو قال لها 50 جنيه هتديله، لو قال لها 50 جنيه هتدفعهم عشان هي خايفه. فبالك انا لما بشوفهم مش بتخض، بس شكله صعب. انا راجل هتعامل معاه، طب والواحده الست هتعمل معاه ايه؟ يعني في ستات كتير بيسوقوا عربيات، تعملوا معاه ايه؟ دي كده بس برضو حاجه مضايقاني وحبيت ان انا اتكلم فيها، واتمنى ان الناس اللي تشوف الفيديو تشير عشان الموضوع يوصل والموضوع يسمع. يمكن يتاخد فيه خطوه، يمكن يبدا يتقنن، يمكن الله اعلم. ادينا بنعمل اللي علينا، واللي بيشوف حاجه مضايقاه بيتكلم فيها، ومحدش يبقى سلبي. حتى لو بالكلام قول، اعمل اي حاجه، اي فعل ايجابي اعمله. تحياتي ليكم. ودي من ضمن الحاجات السلبيه اللي مش عاجباني اتكلمت فيها، وان شاء الله اي حاجه هحب اتكلم فيها، اي حاجه مضايقاني، اي معلومه تهم الناس، هطلع اقولها. وان شاء الله باذن الله كمان نص ساعه انا هعمل لايف، عشان ناس كتير كلمتني ان انا عايز اطلع لايف مع الناس. فانا نص ساعه بالظبط من دلوقتي على الساعه 6 كده هعمل لايف، هنتكلم في كل الناس محتاجاه، في السلبيات والايجابيات، في كل المشاكل الناس عايز تتكلم فيها، وان شاء الله اقدر ارد عليكم وابقى مفيد للناس. تحياتي ليكم، واشوفكم كمان نص ساعه لايف. السلام عليكم.